شوف ابو تريكه قال ايه على انتقال عمر مرموش للسيتي. هوريك الفرق بين ابو تريكه وواحد تاني انت بتحبوه. ما تقلبش الفيديو. انا مبسوط ان في لعيب مصري هيلعب تحت ايد جوارديولا. ده سي في لوحده. اللي يتمرن تحت ايد جوارديولا سي في لوحده. حتى في الرخص التدريبيه لازم يستعفوا الناس اللعيبه اللي بتبقى تحت جوارديولا، لان جوارديولا مدرسه. جوارديولا هيطلع ما في افضل ما في مرموش. ممكن جوانب احنا ما شفناهاش هو هيطلعها منه، هو هيفهمه اللعبه. شفت فيديو ابو تريكه قال ايه لمرموش بعد ما اتنقل للسيتي. شوف بقى الفيديو التاني لرضا عبد العال قال ايه لما مرموش راح السيتي. ايه مرموش في مانشستر سيتي كده. عايزين نشوف الكلام ده مع المنتخب. لا ما تقوليش عايز اشوف الكلام. ايوه الكلام ده بص، مع المنتخب بالراحه كده بقى. بتقول لي منتخب، بقول لك في مانشستر سيتي. وعلى عيني وعلى راسي. ماشي، عارف يعني وحاجه ماشي. حلوه. عارف مين اختاره؟ لا احسن مدرب في العالم. ايوه عارفه يعني اللي اختاروا مين وكده. ايوه لا احسن مدرب في العالم. كل الكلام ده في تطوير ولا مفيش تطوير؟ سيبك بقى من الكلام الفاضي ده الدوري الالماني والاونطه دي. الدوري الالماني اونطه؟ طبعا. واحد زي ابو تريكه بيقول لك مرموش راح السيتي مع احسن مدرب في العالم وجوارديولا هيطلع احسن ما فيه وهيطوره وهيعمل وهيبقى لعيب كويس زي ما انت شفت في الفيديو كده. انا جايب لقطه صغيره من فيديو ابو تريكه. والتاني بيقول لك قبل كده كان بيقول لك فنكوش مش مهم. قلنا بقى هيعدل الكلام بعد ما مرموش راح السيتي. لا، قال لك ده الدوري الالماني اونطه زي ما انا عملت فيديو قبل كده. والراجل اللي لسه مش عارف ايه وايه. في حاجه اسمها نقد بناء زي نقد ابو تريكه مثلا. ابو تريكه ممكن ما يكونش عاجبه مرموش بس بيقول لك هيطلع احسن ما فيه وهيطوره وهيعمل. وناس كتير اصلا اللوجيك اللي بيعمله ابو تريكه واللي زي الناس ابو تريكه في ناس كتير بتقول نفس الكلام على فكره. لكن واحد زي رضا عبد العال ده يا عيني ليه حق اللعيبه تهاجمه زي امام عاشور وزي مش عارف مين قبل كده وابراهيم صلاح والناس دي كلها. انت ما بتنتقدش، ده انت بتقطع. فرق بين الانتقاد والتقطيع. انت بتقطع. فبرضه ابو تريكه ده عشان كده كل فيديو اتكلم عليه اسمه عم الناس. بنعشقه يا جدعان وحياة ربنا.